حسم موقف مصطفى فتحي رسميا وانفراد لحضراتكم بخصوص موقف انتقال مصطفى فتحي الى نادي الزمالك، وايضا تعرف على قصة رمضان صبحي بالكامل والحقيقة، وانفراد لحضراتكم اخر وتصليح لكل الحاجات اللي بتحصل، اللي منها للأسف الشديد تصريحات وحاجات بتطلع من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم واحنا اللي طالعين نصحح. واخيرا تعرف على الصفقة المدوية وخناقة بين الزمالك والأهلي على صفقة من الجزائر. اثبت حضورك بلايك، ولو أول مرة تتابعنا يا ريت حضرتك تكون عامل متابعة فورا، وأتمنى من حضرتك تدعمنا بشير لهذا الفيديو علشان يصل للجميع ونكون متواجدين معاكم دائما. وطبعا بطلب منكم دايما ان انتوا تعملوا لايك علشان خاطر الفيديوهات الجاية نقدر ان احنا نوصل لحضراتكم وتقدروا ان انتوا تشوفونا وتتابعوا الفيديوهات. فبفكركم دايما عشان اعرف ان في ناس كتير بتنسى موضوع اللايك. وتعالوا بقى نخش في الثلاث مواضيع اللي اهم من بعض والتفاصيل المهمة جدا جدا جدا. امبارح كابتن احمد شوبير فجر مفاجأة، قال لك ان في لعيب كبير عنده موضوع في المنشطات وازمة كبيرة ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل. وطبعا للاسف الشديد الكثير من جمهور الزمالك عام على عومه وقال لك ده احمد فتوح، وبدات الناس تتكلم على احمد فتوح والحرب على احمد فتوح، زي بالظبط الناس ما اتكلمت عن نيمار وعملت حرب على نيمار وقال لك ان نيمار بيسرب التشكيل. وده كلام اهبل وغلط، وده كلام اهبل وغلط، واسف اني بقول لكم كده بس هي دي الحقيقه. فالحقيقه ان الموضوع كان خارج الزمالك، ومن امبارح وانا عارف ان الموضوع خارج الزمالك، عشان كده ما اتكلمتش وما رضيتش اتكلم عن موضوع رمضان لولا ان هو اتعرف. والله انا عارف الموضوع، والله اقسم بالله عارف الموضوع من قبل كده، لكن ان الله حليم ستار. لكن للاسف الشديد الحاجات دي للاسف عندنا هنا بتبقى ترند وبنبقى مبسوطين بيها. طب ايه اللي حصل؟ على فكره غضبان من رمضان صبحي وغضبان من نادي بيراميدز، بس مش معنى ان انا مش طايق بعض الحاجات كده ان انا هطلع انافق او اطلع اقول لك كلام غير الحقيقه. بس عايز كل اللي في الفيديو حالا يثبت حضوره بلايك. مش ظاهر لي عدد المشاهدين للاسف، ومش ظاهر لي تعليقات خالص، فاثبت حضورك بلايك واكتب لي عاش الزمالك كده. وانتظرونا النهارده كمان، عايزكم تعملوا متابعه لاول مره تتابعونا علشان في تغطيه خاصه النهارده من الملعب باذن الله. هنكون متواجدين مع حضراتكم في لقاء الزمالك وفيوتشر، ونكمل بقى موضوعنا المهم. نبدا بموضوع رمضان صبحي. المهم بعد تصريحات كابتن احمد شوبير الناس بدات بقى اللي يقول لك انا عارف ان احمد فتوح من زمان، وناس تانية الله يسامح اي حد قال. انا حزين ان اللي قال ان احمد فتوح هو اللي في الموضوع جمهور الزمالك وناس زملكاويه. يا جماعه مش عشان تبقوا زملكاويه تزيطوا على الزمالك، مش عشان ترضي جمهور الاهلي. انا راجل جمهور الاهلي بيحبني، جمهور الاهلي بيشوفني في الشارع واقسم بالله بيتصور معايا، وعارفين اني زملكاوي متعصب، بس بتكلم على الاهلي باحترام. بس مش معنى اتكلم على الاهلي باحترام واحترم المنافس واحترم النادي واحترم تاريخه ان انا اقلل من نادي الزمالك. انا كده مش هبقى حلو، انا كده مش بكسب ريتش، انا كده عند جمهور الاهلي نفسه هبقى رخيص. فحاجه غريبه بصراحه، مش قادر اعرف ازاي الناس بتجامل الاهلي بهذه الطريقه او معلش خلينا نكمل بقى موضوع رمضان. المهم رمضان ايه اللي حصل؟ هل رمضان اصلا عينته ايجابي؟ استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم قال من شويه ان العينه بتاعت رمضان صبحي ايجابي، بس انا بقى بصحح وبقول لحضرتك ان عينه رمضان صبحي مش ايجابي. ووفقا لمصدر في نادي بيراميدز، ويعني الكلام ده مؤكد 100%. لو بتثق فيا صدق الكلام اللي هقوله لك دلوقتي، وصدق موضوع مصطفى فتحي اللي هقوله لك دلوقتي، وصدق موضوع اللاعب الجزائري المفاجاه الكبرى. تمام. اثبت حضورك بلايك يا عزيزي المشاهد واسمع الكلمتين دول. بيراميدز جاله اختار من اللجنه بتاعه المنشطات المصريه بوجود عينه فاسده لرمضان صبحي. حط تحت الكلمه دي مليون خط. عينه فاسده وليست عينه بها ايجابيه للمنشطات. يعني ده معناه ايه؟ يعني العينه بايظه، يعني العينه غير سليمه، لكن العينه مش ايجابيه. طب ايه الاجراء اللي هيحصل؟ هل صدرت عقوبات على رمضان صبحي حتى اللحظه ولا عقوبه صدرت عليه؟ طب هل رمضان صبحي عينته كانت ايجابيه؟ الاجابه قولا واحدا لا. لكن رمضان صبحي الناس عمالين يكتبوا الصوت مش شغال، يا ريت حضراتكم تاكدوا لي الصوت شغال ولا لا. حبيبي يا زياد هشوف تعليقك واقراه كمان، بس نكمل الكلام واكتبوا تعليقاتكم هنرد عليها دلوقتي. واثبت حضورك بلايك على طول وانت موجود كده، اول طول ما انت قاعد افضل اعمل لايك. تمام. المهم يا سيدي، اللاعب هيعمل عينه جديده خلال الساعات اللي جايه، يعني ممكن النهارده بعد الفطار، بكره الصبح بالكتير هيكون رمضان صبحي عامل العينه الثانيه ويكشفوا عليها. طيب لو طلعت ايجابيه يتعاقب، لو طلعت سلبيه
كل اللي وصل لنادي بيراميدز استفسار ليه العينه دي بايظه بس. خلصت انتهت، مش واصل لهم ولا بتاع ولا الدنيا. يا جماعه الناس عمالين يكتبوا لي الصوت مش شغال ليه؟ طب قولوا لي النبي يا جماعه كده. استغفر الله العظيم. يا رب يا رب لو بتشتغلني يا اللي بتكتب لي الصوت مش شغال، يعني الله يسامحك، انا مش هادي عليك وانا صايم عشان الدعوه ما تستجابش. طيب شكرا يا صالح، شكرا يا مصطفى ديشو، شكرا. الصوت شغال يا بطل، انت اللي بطل حبايبي والله، الله يبارك لكم. طيب اثبت حضورك بلايك وعاش الزمالك، وتعالى نخش في الموضوع الثاني وحسم موقف مصطفى فتحي رسمي وانفراد ومؤكد، واقول عليها زي ما تقول، وباكد لك بكل الطرق وكل السبل ان الكلام اللي هقوله لك دلوقتي عن مصطفى فتحي سليم 150%. بس خلينا قبل مصطفى فتحي نخش في موضوع تاني، علشان حاسس ان انتوا لسه جايين ولسه في الطريق وكده. وانا طبعا طلعت معاكم قبل الفطار عشان طبعا الواحد يا دوب ياكل اي حاجه ويجري يروح على الماتش، ولسه استاد السلام بعيد. طيب طبعا موضوع نيمار زي ما اكدت لحضراتكم، كابتن عبد الواحد السيد اكد بشكل قطعي ونهائي ومؤكد ان نيمار ملوش اي علاقه بموضوع تسريب التشكيل اللي بيحصل، واللعيب بريء من ده، والاستبعاد بتاعه استبعاد فني فقط لا غير وليس اكثر، واي شيء غير ده فهو نوع من انواع الهبد الاعلامي يعني. تمام. طيب نخش بقى في موضوع مصطفى فتحي، وبيراميدز يحسم مصير مصطفى فتحي وانفراد، لكن انفراد مش حلو. بصوا يا اخواني، مصطفى فتحي اتقال له كده نادي بيراميدز حسم مصيره. طبعا نادي بيراميدز عارف ان الزمالك بيفاوض مصطفى فتحي، ومصطفى فتحي فوض نادي الزمالك ان هو يخلص مع بيراميدز وهو موافق يجي وخلاص، واتفق على كل الارقام اللي هيتقاضاها في الزمالك وكل الكلام ده. تمام. وعرفوا ان ممكن زيزو يتباع، فممكن الزمالك يتقدم بعرض ضخم، يتقدم مثلا ب 50 مليون 40 مليون عشان يجيبوا مصطفى فتحي، فساعتها في حجه. طيب نادي بيراميدز بلغ مصطفى فتحي بشكل رسمي وقطعي ونهائي عن رفضهم رحيله في الموسم المقبل، واوضح نادي بيراميدز لمصطفى فتحي ان هو متمسك ببقائه واستمراره معهم، واي مهما كان وايا كان العرض اللي هيقدم لمصطفى فتحي فهو مرفوض حتى لو وصل ل5 مليون دولار. يعني هي طبعا اتقالت مبالغه، اكيد مصطفى فتحي لو جاله 5 مليون دولار هيحترف، لكن بشكل رسمي بيراميدز يعلن مصطفى فتحي بعدم البيع ورفضه التام لاي عرض مهما كان الحجم والعرض والعائد المادي. طبعا ده نهائي يا جماعه، وطبعا ده متوقع من نادي بيراميدز ان هم من امتى بيحبوا الزمالك او هيساعدوا الزمالك. يعني اعتقد لو كان مصطفى فتحي ده رايح الاهلي الموضوع ما كانش كده. طب مصطفى فتحي هيعمل ايه دلوقتي؟ انا بقول لك مصطفى فتحي قلب وشه ومتضايق ومش طايق الكلام ده، لكنه لاعب محترف ولاعب لازم يعمل اجراءاته ويكمل في النادي بتاعه، وهو دي اللعيبه المحترمه المحترفه. لكن يعني هنقول ايه، هو كانت مشكله مع الاداره السابقه يدفعها نادي الزمالك بالكامل، وخساره طبعا كبيره لاعب زي مصطفى فتحي ان هو ما انضمش لنادي الزمالك. طيب اثبت حضورك بقى بلايك، اهم موضوع في الفيديو. عايزين ال 600، احنا قبل الفطار والناس كلها نايمه، فعايزين ال 600 اللي في اللايف حالا، عاملين 600 لايك. وليه بطلب منك لايك كتير؟ علشان حضرتك تشوفني الفيديو الجاي وعلشان تكون موجود معانا. وليه بطلب منك تعمل متابعه؟ علشان خاطر تشوفنا الفيديوهات الجايه. طيب ده هيزود لي فلوس زي ما الناس بتتهمني؟ لا اقسم بالله ما بيزود فلوس ولا بيقلل فلوس ولا ليه علاقه بفلوس خالص. الموضوع كله اني ببقى عايز حضرتك تشوفني. طب انا بتعب وبعمل مجهود وبجيب لك اخبار وبجتهد ليه؟ علشان حضرتك تتفرج عليا وتبقى مبسوط، واحنا يعني بنجيب لك دايما الاخبار حصريه وسريعه. طب نخش في اخر موضوع، وهي خناقه بين الاهلي والزمالك على لاعب، ولكن الخناقه دي في الجزائر. ايه اللي حصل؟ بص يا عم فين عدم الحياد يا احمد يا ميدو؟ قول لي انا قلت ايه يا عم؟ ما فيهوش حياد دلوقتي يعني، قول لي كده انا قلت ما فيهوش حياد؟ انا راجل زملكاوي وزملكاوي 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 وزملكاوي، لكن الحياد ده في المواقف اللي مثلا الاهلي بيلعب ماتش بره فاطلع اقول لك الاهلي لعب كويس، الاهلي اتظلم في ضربه جزاء في الماتش اللي فات اطلع اقول لك الاهلي اتظلم في ضربه جزاء. هو ده الحياد، مش ان انا انصر الاهلي على الزمالك او انصر الزمالك على الاهلي، ده ما اسموش حياد. لكن في مواقف اللي بيغلط بقول عليها غلط، زي ما قلت بالظبط كده امبارح على موضوع الشيبي والقصه بتاعته والناس كلها يعني. فالنبي يا جماعه بصوا يعني
تقول لا، الواحد صايم فاكيد مش هياخد ذنب عشان حاجه. تمام تمام. طيب ايه اللي حصل؟ لاعب جزائري والزمالك يدخل في القصه. الاهلي من فتره داخل مع زين الدين بالعيد المدافع الجزائري المتألق جدا جدا جدا، نجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري، واللاعب الاهلي اتفاوض معاه واهله وافقوا واللاعب وافق والدنيا تمام، لكن المواضيع ما مشيتش ووقفت. لكن اللي حصل ان الطاقم التحليلي في نادي الزمالك السكاوتنج تيم شاف اللاعب وعجبه جدا واقتنعوا بيه وبارقامه، وهو على فكرة موجود في عندهم من يناير مش من دلوقتي. طيب ايه اللي حصل بقى؟ الزمالك دخل في مفاوضات مع اللاعب، الاهلي دخل الاول في المفاوضات دي، والمفاوضات حصل فيها مشيت بشكل كويس لكن ما اتحسمتش لغايه دلوقتي. لكن الزمالك دخل في باب المفاوضات وفتح باب المفاوضات مع اللاعب، و اللاعب بصراحة مهم جدا جدا، وهل هينضم للزمالك ام الاهلي الموسم المقبل ده اللي هنعرفه خلال الايام الجاية. اتمنى ادارة الزمالك ابوس، يعني مش عارف اقول ايه، اتمنى الصفقات دي تخلص. يعني احنا بنسمع اخبار كتير لكن اتمنى كل الحاجات دي تخلص ونشوف بقى اللعيبة دي في الزمالك، نشوف كده النادي بيتقدم، نشوف حلول، نشوف الحاجات دي على ارض الواقع، علشان فعلا الزمالك يحتاج لكل هؤلاء. طيب اثبت حضورك بلايك، واخيرا ناخد شويه من تعليقات حضراتكم عشان في ناس عمالين يقولوا لي، وبعد كده نستكمل حديثنا في بعض الملفات الاخرى. فانت رايك في صفقه بالعيد؟ هل تتوقع انضمامه للزمالك ام للاهلي؟ ام تتوقع اصلا نجاح الصفقه واتمامها؟ وانا اعتقد ان الزمالك قادر ان هو يخلصها، لكن لو عايز يخلصها يخلصها سريعا، خصوصا اللعيب مرحب جدا جدا بالاهلي والزمالك، لانه مش مصدق. طبعا اي لعيب في مصر بيحب الاهلي والزمالك، تمام، اي لعيب اصلي عفوا في افريقيا وفي مصر وفي اي مكان يتمنى اللعب للاهلي والزمالك. ليه؟ لانهم كبار افريقيا مع احترامي للجميع. طيب اقول لكم اخر حاجه، النهارده ان شاء الله يا جماعه هنكون معاكم تاني من ملعب السلام لتغطيه لقاء الزمالك وفيوتشر في الكونفدراليه، واتمنى باذن الله يا رب ينصر الزمالك النهارده ونشوف حاجه مشرفه لمصر والكره المصريه. والله يا حبيبي بحبك وعارف انك زملكاوي، كلنا اخوات. حبيبي يا احمد يا ميدو، كل سنه وانت طيب يا مادو، وانت طيب يا فخراني، منور يا كابتن مادو. مادو واحد بس، الله يبارك لك يا استاذ احمد يا عطيه، زملكاوي جميل انت، اصلي يا مادو. شكرا عبد الباسط على راسي، كل سنه وانت طيب والاسره الكريمه بخير. شكرا يا شريف شيكو، منور يا برنس الاعلام، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم وانت طيب يا استاذ جمال يا صالح. في حد كاتب لي حاجه، حبيبي يا مادو الزمالك هيكسب ان شاء الله، قول لي رسالتي، قول رسالتي وحياه اغلى حاجه عندك يا حبيبي يا مادو. شكرا يا استاذ شريف يا شاذلي، ربنا يخليك، كلام حلو. شكرا يا استاذ حسن يا ابراهيم. حبيبي يا مادو، احمد ضبع على راسي، تسلم حبيبي يا مادو. شكرا يا اسامه. احمد ابو عطيه، حبيبي يا مادو، بابا المجال، يا مادو المجال الله يخليك، تسلم يا حبيبي. عاوزينك في قناه الزمالك وليد قناوي، قول لهم والنبي، قول لهم، ما تقوليش انا، ما تنطنيش والنبي، الله يسامحهم بقى اللي قافلين الدنيا على شلل معينه. يا اسطى والله انا اهلاوي بس انت شكلك محترم، على راسي يا استاذ محمد احمد، كلنا اخوات واصحاب وحبايب. توقعاتي للماتش الزمالك النهارده ان شاء الله يكسب 2-0 باذن الله. الراجل الجدع اللي كلامه كله في الجون، شكرا يا شيتوس على راسي، الراجل المحترم دايما واللي بيجيب اخبار حلوه بابا المجال. شكرا يا استاذ عبد الرحمن يا عاطف، حبيبي يا مادو، حبيبي يا اسامه. انا فعلا ممتن لحضراتكم لتعليقاتكم الطيبه دي، والله ربنا يبارك فيكم ويرزقكم السعاده زي ما بتسعدوني بكلامكم الطيب وحبكم ودعمكم اللي فعلا انا ممتن ليه. مش عارف اقول لكم ايه غير بحبكم في الله. شكرا ليكم ودمتم في امان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.